السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هناخد تحليل السكون. لازم نبقى عارفين إن السكون بيشد الحرف اللي قبله، يعني لو لقينا في أي كلمة حرف ساكن هياخد الحرف اللي قبله. لو قلنا كده الخوف، احنا هنا عندنا الألف واللام عليهم اللام عليها سكون، فهناخد الألف معاها تبقى ماشي، والخاء لوحدها الخوف. ماشي، الخاء تنفع تبقى لوحدها؟ لا، ده في سكون، يبقى هتشد اللي قبلها، تبقى الخاء معاها ايه؟ الواو. تمام. والفه لوحدها. كذلك الودود، ال عشان اللام عليها سكون هتاخد اللي قبلها، والواو لوحدها. وفي هنا مد بالواو، ده في هنا مد بالواو، يبقى هيشد اللي قبله، احنا كنا ذاكرينه في الحلقة على القناة عندي، وهتبقى الدال لوحدها. ماشي. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.